احنا ما نعيش، احنا فعليا نحرق وقت، نستهلك وقتنا وساعاتنا كأنها بطارية جوال قديم تنقص وتنقص 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 كأنها لعبة. صرنا نلعب لعبة المستثمر الذكي اللي هو قاعد يستثمرها في الغيبة والنميمة. هذا وقتنا رايح على جلسات تتكلم عن الناس، على زلاتهم، أخطائهم، مشاكلهم، ونسينا أنفسنا ونترك احنا حياتنا مثل الديكور، مهملة ومغبر. يعني ممكن تصرف ساعات طويلة على دخان يذوب رئتك وتمشي على أساس إنه مزاج، تستعد تاكل أكل غير صحي وكأنه قنابل موقوتة تزرعها داخل جسمك، ونسهر الليل مع أنه يذبحنا لكن نعتبر أنهم كعدو لنا ننتصر عليه. نتوتر لو تأخرنا على سهرة أو قهوة كأن العالم راح ينتهي، بس إذا جاء وقت الصلاة لقينا ركبنا عليها كسباق أولمبي، بمعنى أن نخلصها بسرعة عشان نرجع التفاهات اللي كنا عليها. هذا في حال أصلا قمنا للصلاة. لما تيجي موضوع الصدقة تشوف حد محتاج، هنا تصير محاسب عبقري، تقول ما أقدر، ما عندي، أو الحياة غالية، تحسبها صح في مخك، لكن مستعد تصرف أي شيء، أي مبالغ. هذا أمور تافهة ما لها معنى تضرك وتضر غيرك. كل هذا يأتي تحت مسمى واحد، إنه أنا أستاهل، لازم أكافئ نفسي. ما أدري فعليا أنت تكافئ نفسك على شو الإنجاز اللي أنت سويته عشان تكافئ نفسك؟ إحنا فعليا نستثمر وقتنا بس في الخراب، نستثمر وقتنا في تدمير حاضرنا وقتل مستقبلنا، وندفن أعمارنا كأننا نعمل عقد استسلام مع الوقت. وفجأة نصحى وتمشي سنين، كبرنا وكل شيء تغير، بس إحنا واقفين مكاننا، لا سوينا شيء لأنفسنا ولا شيء للمجتمع. حتى عيالنا وأهلنا خسروا من صفقاتنا مع الوقت. الوقت ما يوقف ولا يرجع، يا إنك تاخذه وتستثمره أو يضحك عليك ويغرق. اغتنم الفرصة قبل ما ينكتب اسمك في حلقة جديدة من مسلسل اسمه الحياة اللي ضاعت ببلاش.